الثقافة بتاعت الشركة دي خط الدفاع الصامت. ثقافة الشركة ده هو خط الدفاع بجد اللي يخلي الشركة دي ممكن تقوم وتتبني وتكبر من غير أي حاجة، وفي نفس الوقت هو الحاجة اللي ممكن تهد الشركة لو مش موجود. الثقافة هي الطريقة اللي بيشتغل بيها الناس، مش الكلام اللي مكتوب على الحيطان، هو الوعي بتاع الناس. مش أحسن سيستم أنت ممكن تبنيه في العالم، ممكن تكتب أحلى استراتيجيات في العالم، وكل ده ما يتنفذش عشان بس الناس ما عندهاش ثقافة إن هي تنفذ الكلام ده. لما يكون عندهم ثقافة، يعني ثقافة إنك بتتحمل ولا بتهرب، بتواجه ولا بتبرر، بتشتغل علشان النتيجة ولا عشان اليوم يخلص، بتحترم الديدلاين وبتبقى عارف انك مسؤول ولا احنا عملنا اللي علينا زي سمير غانم، عشان عملت اللي عليا والباقي على الله بقى. هي دي الثقافة اللي انت محتاج تحطها في الشركة. لو انت مش موجود احنا بنرقص ولا بنشتغل، دي ثقافة الشركة. وخلي بالك اللي هتعمله اللي هيجي هيكمل عليه. فلو حاسس ان ثقافة الشركة بتاعتك مش هي اللي هتوديك الحتة اللي انت رايحها، فلو سمحت اقف وغيرها. تاخد وقت وانت مش سوبرمان. اللي تاخده النهارده ان انت يبقى عندك الوعي، لان انا من سنتين ما كانش عندي الوعي ده. الخطير في الثقافه ان الناس لو ما عندهاش الكلام ده بتلاقي كل حاجه بتتسرسب واحده واحده كده. اكتشفت حاجه كده انا كنت عاملاها استراتيجي صغنطوطه قوي كده من سنتين ثلاثه فاتوا، وبعد كده الحاجه دي جت في دماغي تاني، فلقيت طب ما انا كنت عامل الكلام ده يا جماعه من سنتين، طب ما انا كنت كاتبه، هو ليه ما اتعملش؟ عشان انا ما كنتش اعرف الكلام ده واتعلمته في اخر سنتين في حياتي، ان الثقافه هي اللي بتبني، هي خط الدفاع اللي بيدافع عن كل حاجه انت بتبنيها، خط الدفاع الصامت اللي بيشتغل معاك او يشتغل ضدك. يشتغل معاك طول ما انت بنيه وفاهمه وعارف بتبنيه ازاي، يشتغل ضدك لو انت مش فاهمه زيي وما كنتش فاهم ان الناس لو اتعلمت يعني ايه ثقافه مش هتنفذ الكلام اللي على الحيطه. عندك وعي؟ اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم. سلام عليكم.